السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم. النهاردة ان شاء الله هنخزن مع بعض بطاطس فرن فريتس في البيت. بطاطس ديت خير البيت، عندك بطاطس يعني عندك خير في البيت. تعمليها جنب طبق فول، جنب بيضة السحور بقى. كل سنة وانتم طيبين. تعالي النهاردة اقولك ازاي تخزنيها وتقعد معاكي وقت طويل من غير ما تسمر ولا يجرى لها حاجة. انا جبت هنا اللهم بارك معايا 20 كيلو من البطاطس، وتكون بطاطس آلية، مش البطاطس اللي هي بتحلون لما نيجي نقليها وتحمر معانا. بعد كده قشرت البطاطس بالمقشره. المقشره هتوفر عليكي وهتقشري الكميه بسرعه يعني. معايا انا قطعت البطاطس ديت، جبتها وقطعت البطاطس وتكون صوابع سميكه. ولو ما عندكيش قطعت البطاطس ديت، هتمسكي البطاطسيه كده وتقطعيها حلقات بالعرض، ويكون الصوابع تكون صوابع صغيرة، علشان لو كبيرة هتتكسر منك لما تتحط في الفريزر. بحط الحلقات فوق بعضها كده توفيرا للوقت يعني، وبقطعها صوابع. اهم حاجة تبقى الصوابع ما تبقاش كبيرة، وكمان ما تبقاش رفيعة علشان ما تتهريش منك لما تيجي تقليها. طبعا اصلا البطاطس موجودة طول السنة، بس البطاطس دلوقتي سعرها حلو، وكمان طعمها حلو. لما بتيجي تقليها بتبقى لونها حلو كده ومليانة لحم. كده انا خلصت بقية كمية البطاطس بالمكنة ديت، بالقطاعة ديت، وفرت عليا بصراحة الوقت. كده اللهم بارك الكمية كلها خلصتها. لو انتي بطيئة بقى في التقشير، هتجيبي طبق كده فيه مية جنبك، وبتقشريه بتحطيه في قلب المية علشان البطاطس ما تغمقش منك. غسلت الحوض كويس ومليته ميه، ونزلت بقى بالبطاطس كلها علشان اغسلها كويس. لازم ننزل الماده اللي موجوده في البطاطس، النشا كله ينزل، وتغسليها كويس كده. وبعد كده تسيبيها تتصفى خالص وتنزل الميه اللي فيها. لازم البطاطس تنشف كويس. فرشت انا بشكير ده، خلياه كده للتفريزات. فرشته على الرخامه وحطيت عليه البطاطس. وما تسيبيش البطاطس وقت طويل علشان هتغمق منك، هي يا دوبك بس تنشف كده. بعد كده جبت طاسه وحطيت فيها زيت، ويكون كميه الزيت زيت غزير. انا عارفه ان الزيت غالي، بس انتي هتعملي البطاطس ديت مره في السنه، وهتقعد عندك، هتوفر فلوسك وهتوفر مجهودك. ولما تبقي تعبانه تطلعي كيس كده سهل جنب سجق جنب كبده، بتوفر بصراحه جدا. انا هقلي البطاطس هنا نص قليه، يعني يا دوبك اول ما تاخد اللون الاصفر ده اصفيها كويس جدا ومطلعاها على ورق زبده. لو ما عندكيش ورق زبده هتطلعيها على مناديل المطبخ، بس المهم لازم تصفيها كويس جدا من الزيت، وتسويها نص سوا اول ما تاخد اللون الاصفر دوت. قليت بقى الكميه كلها وسبتها لما بردت خالص، وحطيتها على ورق الزبده. جبت بقى درج التلاجة، درج الفريزر، وحطيت فيه البطاطس. حطيت يعني حطيت ورق زبده وحطيت البطاطس، وبعد كده ورق زبده وحطيت البطاطس، لحد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها. وسبتها من بالليل للصبح. لو انت بقى الدرج بتاع الفريزر بتاعك مش كبير، هتجيبي اكبر صينيه او اكبر قارب بيخش الفريزر، وتعملي اللي انا عملته كده بالظبط. لازم البطاطس تجمديها على الاقل 5-6 ساعات، علشان لما تيجي تكيسيها ما تتكسرش منك. جبت الاكياس ديت، الاكياس اللي هي بيبقى ليها سوسته من فوق، بتبقى حلوه قوي في التخزينات. ولو ما عندكيش اي اكياس، الاكياس السندوتشات مفيش اي مشكله، وبتحطي الكميه اللي انت حباها. انا الكيس ده كبير، اخد معايا كميه كبيره، ومعايا اكياس صغيره. عبال ما خلصت الكميه بتاعتي كلها. شايفين سهله جدا وطعمها تحفه، زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. كده اللهم بارك خلصت الكميه بتاعتي كلها. شايفين زي الكيس اللي بنجيبه من السوبر ماركت. خدتها بقى وحطيتها في الفريزر، بتقعد سنة كاملة من غير ما لونها يتغير ولا هتغمقي معاكي ولا اي حاجة. اول كيس زي اخر كيس. انا بعد 4 ايام كده قلت اجرب معاكم بقى. جبت طاسة وحطيت فيها زيت. لازم الزيت يسخن معاكي، وما تحطيش كمية كبيرة في الطاسة علشان ما تعجنش. عشان الزيت طبعا، ولازم نقليها وهي متلجة، فالزيت بتاعك ما يبردش. نزلت بكمية البطاطس اللي انا عايزاها، واول ما البطاطس كده بقت اخدت اللون الجميل دوت، هبدأ اطلعها. تحفة يا بنات. شايفين الحلاوة جميلة جدا. اطلعها بقى على مناديل المطبخ، وحطيت بقى الملح وكمون، وفي بهارات بقى بتتباع عند العطار، بهارات الاطفال كده بيحبوها والولاد بيحبوها قوي. صفيت بقى البطاطس كويس كده وطلعتها.
جميلة جدا. تعالي بقى اسمعك صوت القرمشة بتاعتها عاملة ازاي، مقرمشة وخطيرة. شايفة؟ سامعة؟ جميلة جدا. جربوها، انا واثقة ان شاء الله انها تعجبكم. ما تنسيش بقى تحطي اللايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.